السلام عليكم حبايب، شلونكم أخباركم؟ عساكم بخير يا ربي، واللهم ارحم موتانا وارحم أبويا وأمي واغفر لهم وسامحهم يا ربي. وهاي هنايا أول يوم رمضان سويت فطور وكنت خلي أشاركه وياكم ولو تأخرت بالتنزيل، بس كان عندي المونتاج شوية بمشاكل والحمد لله. هسه هنايا خليت الزيت وبعدين ضفت بصل وضفت طماطة وضفت العدس. هاي الشوربة جربوها كلش طيبة وسهلة، وجزر همينة وياها، وأخليها يستوي وبعدين أشوفكم شو اسمه الخطوات. هاي هنا أني سالقة اللحم جنت، طبعا سلقته على صفحة ودا أسوي التشريبة. خليت البصل وأحمس اللحم والبصل سوا أحمسهم، أنطيهم حمسة زينة وبعدين أضيف عليهم السوب مال اللحم. أخلي التوابل بابريكا، 7 بهارات وكركم ونومي بصرة. خليت نومي بصرة وهيل خليت وياها همين الهيل شوية يعطيها نكهة طيبة. وهاي ضفت السوب مال اللحم السلقته. أخليه ملح همينة لأن أني بالسلق ما أخلي ملح، أخليهم على النار. هاي بعد ما استوى العدس والخضراوات اللي استوت وياهم أسويهم أني لا عندكم خلاط خلوه بالخلاط، بس أني الخلاط مالتي ما عندي خلاط فخليته بهاي هم مثل الخلاط هم حلوة، تخلوه بالخلاط. باع شلون صار الخضراوات كلها انهرست والجزر والطماطة والبصل كله انهرس، وخليتها على النار. أخلي لها كركم وأخلي لها بابريكا وأخلي لها 7 بهارات. هاي البهارات مالتي المفضلة، هي هاي ما أكثر ولا أزيد، يعني لا أقلل ولا أزيد، هي هاي كلش طيبة وطيها نكهة. وأخليها تفور بعد هيجي فورتين وأطفي النار عليها. هاي هنايا أني مقلية الجزر والكشمش والبصل والبوتيتة كليته مقليتن على صفحة خالتهن، حتى أسوي البرياني. بقى بس أسوي التمن ويا الشعرية وأضيف هاي شو اسمه الباعو، الجزر والبوتيتة والكشمش والبصل كلهن مقليتن، بقت بس المكسرات هم مقليهن وخليهن فوقه. والصوت قالوا الصوت أم سدى نعليه، فالصوت لأن ناصي أخلي السماعة، فطلعت السماعة قمت ما أستخدمها. هم خليت بهارات مال برياني وخليت البابريكا أني هاي البابريكا طيبة تنطي نكهة للأكل، وخليت هيل ودارسين وها هي يعني قرفة. هاي خليت التمن يستوي وأروح أكمل الباقي. همين حمست المكسرات وياه الجوز واللوز والبندق والهاي كله. هسه بعد ما استوى التمن يعني كامل استوى، أنا أخليه يستوي كامل وبعدين أضيف الحشوة. هنايا عندي قسمين ياكلون، قسم بالحشوة وقسم ما يحبوها بالحشوة، فقسمت التمن 2 سويته، قسم خليت عليها الحشوة وقسم خليته لا بدو سادة هيجي يعني. هاي أخبطه شوية زين، حسيته بعد شوية يريد تمن لأن الحشوة هواية كانت.
ما شاء الله طلع البرياني يخبل ويعني كلش طيب. وهاي هنايا خلصت انطيته تقليبة زينة وأعوف على صفحة. وذاك التمن قلت لكم أني قسمته اثنين لأن نصها تاكله بدون حشوة. هاي خليت اللحم فوقه وهاي قسمته باعو. وهنايا قلت خلي أسوي الزلاطة. هاي الزلاطة هنايا البصل والكرفس والطماطة وهاي لهانة. وطلعت هاي الطرش سويته وياكم. سويت طبعا واحد بذاك أبو الخيار بالعنبة سويت. وسويت الطرشي الأحمر ما شاء الله عليهن طلعن روعة. وهاي هنايا سهمنا وسهمكم العافية. أذن يمنا أذن بس ببغداد بعد كان مأذن. فإحنا أذن وفطرنا ودعينا لكم يا ربي صيام مقبول. وهاي سفرتنا الحلوة وإن شاء الله تعجبكم. وهاي هنايا طبعا كنت كاستر همينة مسوية باعوا ما شاء الله. هاي الماعون دا أشوفكم خليت ماعوني خليت شوية شو اسمه. هاي هنايا أنا عندي كانت كيكة. كيكة كانت باقية. يعني ما حسيتها يعني ما أدري شلون اللي تريد تيبس. فما حد كان ياكلها فطلعتها. سويت هيجي فتتتها. والمفروض أني أحكي لكم الصراحة المفروض أخلي وياها يعني هيجي من أفتتها تخلون وياها لو كاكاو يعني الكاكاو تكملوه بالخلاط وهاي وتضيفوه فوقها شوية لو حليب مكثف تخبطون وياها بهاي المرحلة. لو تخلون شوية من الكاستر تضيفون عليها وبعدين تخبطوها وبعدين تخلوها بالبايركس. أنا هنايا ما خليت لها هاي الخطوة فقلت خلي أقول لكم حتى تضبط وياكم الوصفة كلش طيبة. هاي هنايا خليت 3 خواشيق كاستر. وتريدون الكاستر يطلع يمكم مضبوط وزين. 3 خواشيق كاستر 3 خواشيق حليب قلاص شكر. الحلا مالته وسط يعني تصير لا حلو ولا فاهي. وتخلون المي 4 قلاصات مي. 4 قلاصات مي يطلع زين. إذا تريدون شوية بعد خفيف 5 قلاصات. باعوا هاي المرحلة دا أقول لكم عليها بهاي المرحلة المفروض أني أخبط وياها لو كاستر لو كاكاو لو حليب مكثف. المفروض أخلي بس الحليب مكثف راح يصير حلو زايد. فأخلي لو كاكاو سائل لو أخلي الكاستر وأني سويته المفروض أخبطه وياه. بس نسيت يعني قلت خلي أقول لكم على هاي المرحلة حتى تضبط عندكم. هي طلعت طيبة بس ما متماسكة. الطبقة مال الكيك ما متماسكة فقلت خلي أقول لكم عليها وتجربوها إن شاء الله. هاي هنا أنا كبستها وراح أضيف عليها جوز هند لأن جوز الهند ينطيها همينة ريحة وطعم كلش طيب. باعوا خليت هنا جوز الهند. وأني كملت الكاستر همينة أضيف طبقة الكاستر وها هي. باعوا هاي هنايا المفروض أني أسوي هاي الحركة أخبط وياها الكاستر. يعني المفروض أخلي چمچة وأخبطها بس ما سويتها. نسيت والله بصراحة كنت يعني فاطرة استوني وشوية. لأن اللي سويت الحلا هذا ورا الفطور. هاي هنا كملنا هاي شو اسمه
الكاستر خلينا، ونخلي عليه همينة جوز هند هم طيب، يصير قلتلكم ريحة والنكهة مالته كلش طيبة. نخليها بالثلاجة ساعة ساعتين بين ما صلينا صلاة التراويح، وشوفوا شلون تماسكت. شوف شلون صارت، والله هي طيبة كلش، بس شنو الغلطة اللي قلتلكم عليها شوية هي طلعت شوية مفتتة، يعني الطبقة مال الكيك شوية مفتتة، المفروض أخليلها شي حتى تتماسك. أني الشي الما يضبط عندي 100.